في أعماق غابات إندونيسيا في قبيلة بتعيش حياة غريبة عن أي حاجة نعرفها. القبيلة دي بتكسر كل القوانين اللي احنا فاهمينها عن الموت. تخيل معايا إنك تدخل بيت وتلاقي شخص ميت من شهور قاعد على الكرسي ولابس لبس جديد وأهله بيكلموه كأنه لسه عايش. ودي مش أسطورة، دي حقيقة موجودة في قبيلة اسمها توراجا. تعالى كده نسافر مع بعض في رحلة غامضة عشان نكتشف مع بعض أسرار واحدة من أغرب القبائل على وجه الأرض. Jadi para apa anak mbak anak kan sana kan anak di Sunda ini. Tambah cantik. القبيلة دي عايشة في جزيرة سولاويزي في اندونيسيا. عدد السكان حوالي نص مليون. بيوتهم بسيطة ومصنوعة من الخشب، والناس دي عندهم ارتباط شديد بالطبيعة، الزراعة والماشية وخصوصا الجاموس، واللي بيعتبر رمز مقدس عندهم. معتقداتهم الدينية مزيج بين الأرواحية والمسيحية بعد الاستعمار، لكن الطقوس التقليدية القديمة لسه مسيطرة. الناس دي عندهم الموت بيساوي انتقال لمرحلة جديدة، وفكرتهم عن الموت مختلفة تماما عن باقي البشر. لما واحد يموت الجثة بتتغسل وتتجهز، لكن المفاجأة انها ما بتدفنش، دي بتكمل معاهم. الميت عندهم بيتعامل كأنه مريض، احيانا بيقعد معاهم في البيت سنين كاملة قبل الدفن، والاهل بيقدموا له اكل وشرب، وده بالنسبة لهم نوع من التواصل الروحي. وبيعملوا احتفال للميت بيستمر من 3 ايام لاسبوع، وفي الجنازة بتاعته بيذبحوا له جواميس كتير على قد ما يقدروا، وكل ما العدد ما كان اكبر ما كانت المتوفي بتكون ارقى، والجواميس دي بالنسبة لهم وسيلة نقل الروح للعالم الاخر. وبعد الاحتفال ما ينتهي بياخدوا الميت ويدفنوه. بس استنى، الموضوع لسه ما انتهاش. كل كام سنة القبيلة بتفتح القبور، بيطلعوا الجثث ينظفوها ويروقوا عليها بهدوم جديدة، وياخدوه كده يتمشى في الشوارع ويفك عن نفسه. والهدف بقى من اللي بيعملوه ده هو تجديد العلاقة مع الأجداد. مشهد بيثير الدهشة والرهبة في نفس الوقت، شوارع ماشي فيها أحياء وأموات مع بعض، وفي حكايات هناك عن عائلات احتفظت بجثث لسنين طويلة قبل الدفن، وفي باحثين وثقوا مشاهد لأطفال كانوا بيتكلموا مع أجدادهم المتوفيين كأنهم لسه عايشين. وبعض الجثث محفوظة بشكل مذهل بسبب المناخ وطريقة التحنيط البسيطة. وطبعا الموضوع ده بيعمل جذب سياحي كبير، آلاف السياح بييجوا يشوفوا الجنازات والطقوس، والحكومة الإندونيسية بتروج للمكان كوجهة سياحية ثقافية. لكن موضوع السياحة ده سبب حالة من الجدل، هل ده استغلال ثقافي ولا حفاظ على التراث؟ قبيلة توراجا شايفين ان الموت مش بالضرورة يكون وداع ابدي، وان العلاقة بين الاحياء والاموات ممكن تستمر بس بشكل تاني، شكل غريب بالنسبة لنا لكنه مليان معاني بالنسبة لهم. ممكن تختلف معاهم وتشوف الموضوع مرعب. المهم في الاخر ما تنساش تعمل لي لايك وفولو.